بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نعمل كيكة الكوكيز بالشوكولا. هاي الكيكة طيبة كتير، وجربت كتير وصفات على اليوتيوب لحتى زبطت معي بهاي الطريقة، بشكل انه ما تكون حلوة كتير. اغلب الوصفات مكتريلها كتير سكر. انا هون هلا حتشوفوا اختصرت كتير السكر، لانه الشوكولا والشوكولات تشيبس بتخليها تطلع حلوة كتير. هلا اول شي بنحتاج 200 جرام زبدة حيواني، وهي السكر البني حطيت 3/4 كاسة. اغلب الوصفات على اليوتيوب حاطين كاسة ونص سكر، انا حطيت بس 3/4 كاسة. وحطيت لهم بشرة ليمون او بردقان، او ممكن نحط فانيليا. هلا بسباتيولا مثل مو شايفين. طبعا الزبدة حتكون بدرجة حرارة الغرفة، بس هلا لانه شتاء فشوي جمدانة، بنضل لحتى هيك نخلطها مع السكر. وهلا ححط بيضة واحدة، بيضة كاملة كمان بحرارة الغرفة، وصفار بيضة كمان بالسباتيولا بنحركهم مثل مو شايفين بهي الطريقة لبين ما يمتزج البيض مع السكر والزبدة. بنكون مجهزين 2.25 كاس طحين متعدد الاستعمالات لكل أنواع الكيكات والحلويات. هذا بصير. حطيت له معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ومعلقتين صغار بيكنج باودر، حركتهم معه. وهلأ ضفتهم على الزبدة والسكر والبيض، وهلأ بعجنهم بهي الطريقة مع بعضهم لحتى تصير هلأ بتشوفوا عجينة متماسكة بس طرية. هلأ عندي شوكولات تشيبس جاهز، طبعا هذا بيكون الكمية اللي بدنا اياها. حطيت له شوي. هلأ بدي اعجنهم شوي صغيرة مع بعض تدخل شوكولات تشيبس بالعجينة. وبعدين بدي غطيها واتركها بالبراد لمدة نص ساعة لحتى تتماسك العجينة منيح. بعد نص ساعة طلعتها من البراد. عندي هذا القالب مقاسه 22 سنتي، حطيت فيه ورق زبدة بسفله على الأطراف. وهلأ حاخد أكتر من نص العجينة، أكتر من نص بشوي، وحطها بالقاعدة، والقسم الثاني بحطه على الوش. هلأ بطريقة سهلة بنرقها بشكل انه تكون كلها مستوية يعني. وبنرق كمان على الاطراف، بنطلع شوي على الاطراف لحتى لما بدنا نحط الشوكولا يعني ما تطلع الشوكولا، تكون الشوكولا بالنص. هلا انا حطيت زيت السبراي، بخيت القالب وحطيت عليه ورق الزبدة لحتى يعني يمسك عليه ورق الزبدة. هلا مثل مو شايفين رقيتها وطلعت شوي من على الاطراف. هلا عندي شوكولا، اي نوع شوكولا سائلة بس تكون نوع يعني طيب، انتو اي نوع بتحبوه جيبوه. انا هون حطيت 150 جرام شوكولا سائلة، بس تكون بنكهة البندق لحتى تعطي طعمة طيبة للكيكة. هلا اول شي حطيتها، ممكن نزود الكمية ممكن نقللها، بس انا حسيت انه مشان ما تزيد الكالوريز اللي فيها انه بكفي 150 جرام شوكولا سائلة. فردتها مثل مو شايفين عليها. بعدين القسم الثاني من العجينة اللي تركته حجيب ورق زبدة وبرقها عليها مشان اسهل لنا هيك انه نحطها على وش الكيكة. هلا حطيتها على ورق الزبدة وبرقها بهي الطريقة على مقاس القالب تماما، على قد مقاس القالب تماما. باخد مقاس القالب وبرق عليه. وهلا حتشوفوا كيف ححطها فوقها. طريقة كتير 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 سهلة، لأنه لو حطيناها فوق الشوكولا ورقيناها بتعذبنا كتير. شوفوا كيف شلناها بهالطريقة هي والورق الزبدة. وهلا بنزل عليها، بشيلها مثل مو شايفين. كتير طريقة سهلة. وهلأ بضغط على الاطراف لحتى ما تطلع الشوكولا من على الاطراف، مشان الطبقتين ينوصلوا مع بعضهم يعني. وهلأ عندي كمان شوكولات شيبس كمان برش عليها شوي وبضغط عليهم. هلأ بتشوفوا كيف الطريقة. كيكة سهلة كتير وطيبة كتير كتير كتير. هاي الكيكة ما بتطلع قاسية، بتطلع شوي صغيرة طرية كتير طيبة.
بشجعكم كلياتكم انه تعملوها. هاي الشوكليت شيبس رشيته على الوش، وهلا بدي اضغط عليه شوي لحتى يعني يكون ملزوق فيها هيك بيطلع احلى على الخبز. وهلا كمان بدي ارجع احطها بالبراد نص ساعة. بعد نص ساعة بكون محمية الفرن على درجة حرارة 180 درجة. حطيت القالب بالفرن، اخذ معي 25 دقيقة، 20 دقيقة من تحت وشي دقيقتين 3 من فوق، بس حمرت الوش. شوفوا ما أحلى. تركته لحتى برد القالب، وحطيته ساعتين بالبراد لحتى برد منيح، وبعدين شلت يعني فتحت القالب تبع التشيز كيك وطلعته. شوفوا النتيجة ما أحلاها، نتيجة خرافية أكتر من رائعة، طيب كتير ومتماسك، والشوكولا اللي بقلبه كتير طيبة. بهالشتوية والبردات بنعرف انه الحلويات بتدفي كتير. هلأ هون حطيت لكم مناظر من مدينتي بمصر، هون بالقاهرة. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفوض كرمك أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، وزدنا إيمانا ويقينا، زد طاعاتنا وقرباتنا، زد تقوانا وخشيتنا، زد حبنا لك وتعلقنا بك، زد في قربنا منك وآنسنا بك من كل شقاء، زد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا.